بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هنا في هذا الحدث الكبير، هنا في ثاني لقاءات الدور نصف النهائي كأس العالم للأندية النسخة رقم 17 المؤجلة من عام 2020، في مواجهة ما بين الأهلي بطل إفريقيا، الأهلي المصري بطل إفريقيا في 6 مشاركات، حل ثالثا في مرة في 2006 ورابعا كان في عام 2012 أمام بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب هذه البطولة في عام 2013 في مشاركة ثانية في هذا اللقاء. الحقيقة اللي بننتظر أن يكون النادي الأهلي بدعوات جماهيرنا ومشاهدينا ومتابعينا إن شاء الله في أفضل حالاته، ونرى مباراة ممتعة تليق بنادي بايرن ميونخ أيضا المرشح الأوفر حظا في هذه البطولة، طاقم تحكيم عربي بقيادة محمد عبد الله حسن الإماراتي، يعاونه أيضا محمد الحمادي وحسن المهدي، ومعهم إيرينا ألبس البرازيلية حكمة رابعة كانت أدارت اللي تأهل في ربع النهائي بعد فوزه على الدحيل القطري منظم البطولة بهدف كان لحسين الشحات. أمامنا الانطلاقة اللي فيها الهدوء وفيها الثقة وتغطية بدري بنون، يطلع على طول يا ولد يا الشناوي، يطلع أمامنا، يطلع الأسد محمد الشناوي، أول كرة وأول اختبار الكرة السريعة في اتجاه الخطير كينجسلي كومان. أمامنا المدرب فليك اللي جه بعد نيكو كوفاتش، وراسية جنابري خطيرة الكرة اللي فاتت. أمامنا هنا الكرات اللي تتلعب بالعرض وليفاندوفسكي مستني الكرات اللي أمامنا هنا، وكرة من اللاعب بافار الدولي اللي من كومان تمريرة المساحة اللي مش عايزينها، لكن يا ولد يطلع العملاق، يطلع الأسد اهو محمد الشناوي، رائع محمد، ممكن يضع بايرن ميونخ تحت ضغط. هنا الخطأ على محمد هاني مع أجنبي محمد عبد الله حسن الإماراتي اللي بيدير هذه المباراة، طبعا واحد من الحكام المميزين في كرة القدم. على طول الكرات الثابتة خطرة جدا، عدت في الشناوي الكرة اللي فاتت، لكن المرة دي إلى خارج الملعب. واحدة من الكرات الخطيرة، كرة اللي اتلعبت أمامنا هنا دائما وأبدا هنشوف كمش وتقدير خاطئ من الشناوي، لكن تمر بسلام وتطلع الكرة إلى ركلة ركنية. لا مجال لهذه الأخطاء، مفيش مجال للأخطاء دي، مش مطال إلى اللاعب ألابا ملعوبة الكرات السريعة والخطيرة كومان الكرات الخطيرة، لكن كومان يعني على مرتين فرصة كبيرة بتضيع أمامنا هنا في واحدة من الحلول اللي هنشوفها كتير. الكرات اللي بظهر المدافعين عندهم الحقيقة يعني إمكانيات يعملها بدر بنون المغربي طبعا الوافد الجديد، وراسية خطيرة هنا دون رقابة، راسية المرة دي في الثلث الأخير من ملعب النادي الأهلي. وادي الكرة ترتد خطيرة من كومان، جنابري ليفاندوفسكي أمامنا هنا الكرات اللي فيها أخطاء والغير مقبولة. أمامنا هنا الهدف الأول عن داندوفسكي، أمامنا هنا يسجل بعد مرور 17 دقيقة الكرة اللي عدت من الجميع، واللي أمامنا هنا بص الهجمة، الدور الدفاعي مهم قوي والارتداد، الكرة تغير اتجاهها، كومان يسدد ويريحها المرة دي بشكل رائع جنابري وليفاندوفسكي. أمامنا هو قصة الهدف الأول فيها خطأ في التمركز، خطأ في الرقابة، وأمام يعني أكثر من 6 لاعبين باللون الأحمر، لكن انتشار الألمان في هذه اللحظات عايز يعدي لكن وقف له بالمرصاد. ادي محمد طاهر اللاعب اللي بيعد إضافة واللي كان سجل هدف في إطار الدوري في لقاء المقاولين، وسجل أيضا في مرمى سوانديب طبعا في إطار هدف قادم، ولكن رأسية لسه بنحكي على طاهر محمد طاهر أمامنا دايما في المثلث الأمامي. لمسة أمامنا هنا من جانب جنابري، خطير جنابري، يمرر كرة إلى روكا ادي أمامنا مارك روكا، أمامنا هنا الإسباني اللي بيتوغل في اللقطة اللي فاتت واللي تقدم في هذه الكرة وهذه اللقطة الخطيرة. أمامنا هنا فرص، شوف جنابري والقادمون من الخلف في هذه اللقطة، طبعا على رأي أستاذنا الكبير راح بالكرة الثانية، خطيرة الكرة الثانية، مشكلتنا في الكرة الثانية الصراع اللي أمامنا هنا اللي بيحاول، وادي مارك روكا للمرة الثانية ولكن بقى تجد الشناوي اللي النهارده عنده مهمة تبدو صعبة حتى هذه اللحظة، لأنه يتعرض جنابري. شوف بيفضوا المساحات وعلى مرتين، يا ولد ادي جنابري أمامنا اللي بيضع هذه الكرات القوية الخطيرة. ودي اللمسة الأهلاوية، ودي استلام من جانب قفشه، يفكر يسدد تسديدة وتعدي الكرة صعبة الكرة عدت لكن محاولة، وهي يعني إن شاء الله تكون بداية وانطلاقة
موسيماني يصفق للاعبين لان خلاص تشعر بان الرهبه يمرر الكره في العمق. ليفاندوفسكي التحرك والانسيابيه، وادي ليفاندوفسكي خطر جدا، مرت بسلام بشجاعه محمد الشناوي. الكره اللي ما بين كيميش وما بين ليفاندوفسكي في هذه اللقطه، لكن يطلع بفدائيه يعني برجوله وبشوله هنا من كيميش، ولكن يتدخل لكن الكره الثانيه مشكله. عدى امامنا خطير امامنا ديفيز، خطير الكره الثانيه مشكله. النادي الاهلي بيشتت الكره، لكن الكره الثانيه مشكله، لازم الكره تطلع في الرجل بقى. ادي تغطيه محمد هاني، وادي كيميش، وادي ظهور كهربا مع انضمام ديانج وبواليا وايضا محمد شريف في الشوط الثاني من اللقاء. علي معلول اصيب واستبدل بياسر ابراهيم، لكن مونديال 2022 واللي بيستضيف طبعا هذه المباراه الاهلي في شوط اول دخل اللقاء بحذر ونجح في اول ربع ساعه الحقيقه في انه يكون يعني ناجح في الحفاظ على شباكه، لكن مع السرعات والتحركات والانتشار الموجود والمسانده من بافار والمسانده في الجانب اليمين وفي الشمال ديفيز وتحركات كومان وجنابري في العمق مع مولر ومع ليفاندوفسكي. شوط اول كان نجم محمد الشناوي، تطلع اسرع، عندنا جنابري، التدخل المره دي، لكن السقوط امامنا اهو، بيقول له قوم امامنا اهو. شوف اللقطه اللي فاتت، حمدي فتحي في اللقطه اللي فاتت، شوف جناجة وصيف للبايرن ميونخ في المباراه النهائيه في 2013 في هذه البطوله. وادي امامنا هنا مولر، ادي مولر الدفاع الهجومي والكرات الخطيره، وتوماس مولر اللي بيحاول كان في اللقطه اللي فاتت مرر البكر تمشي بكوره بسهوله، بص ياكدها، تسديده، لكن برافو ياسر ابراهيم. كوره خطيره امامنا هنا من كومان، ويطلع ياسر ابراهيم الكوره الى ركله ركنيه رابعه في المباراه لصالح نادي بايرن ميونخ. بص كينجسلي كومان يحصل سعيد، واستكمالا للمسيره امامنا هنا الراسيه الخطيره، لكن الشناوي بثبات باقتدار راسيه مولر. شوف ليفاندوفسكي ما بيظهرش، لكن يعني ليفاندوفسكي خطير بافار، اوعى النيران الصديقه ايمن اشرف والتبديلات هتتم امامنا هنا في هذه اللحظات. ادي امامنا التبديلات اللي يكتفي بهدف وحيد حتى هذه اللحظه. سانيه راسيه، لكن سهله الكوره امامنا هنا، اول كوره من تشوبو موتينج امامنا هنا في هذه اللقطه. هذه اللحظات استلام من كيميش، صلح كوره، التسديده القويه لكن الى خارج الملعب. كوره قويه من اللاعب توليسو، الى خارج الملعب. حاولات ما زالت مستمره. هذه امامنا هنا موتينج اللي دخل كبديل، وهنا الصراع والسقوط امامنا هنا، ولكن من خارج منطقه الجزاء. شوبو موتينج كاميروني الماني، توليسو يعني فرنسي توجولي، بونصار فرنسي غيني، لوكاس هرناش. كان تدخل رائع من جانب محمد هاني، تسديده خطره جدا، خلي بالك من ديفيد ألابا برضه نيجيري الاب فيليبيني الام نمسك بهدف تعادل. لكن هنا انطلاقه من جانب الخطير سانيه البديل بنفس الادوار. سانيه الثاني، خلاص الثاني رصاصه الرحمه في هذه اللحظات تاتي عن طريق اللاعب ليفاندوفسكي، وهدف في الدقيقه 85. ليفاندوفسكي امامنا، الملعب ده ايه حكايه الملعب ده معانا؟ الملعب ده مصر لعبت هنا امام البرازيل، والبرازيل فازت بهدفين، والنادي الاهلي كان لعب في هذا الملعب طبعا بشكله القديم، يعني احد الملاعب، احد قلاع كاس العالم، وخسر ايضا امام بايرن ميونخ لكن بصعوبه كبيره في اللحظات الاخيره. لكن بص المساحه المره دي اتلعبت التغطيه الدفاعيه، وامامنا هنا من جانب سانيه والرقابه غائبه، والكره امامنا هنا ادي بايرن ميونخ يلدغ امامنا هنا ليفاندوفسكي برشلونه. وفي هذه اللحظات تنتهي هذه المباراه الممتعه الحقيقه اللي شهدت تفوق بايرن ميونخ بطل دوري ابطال اوروبا على النادي الاهلي بطل ابطال افريقيا. فليك يتفوق على موسيماني بعدما سجل في هذه المباراه